عقدت منظمة الحسكة وسريكانية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا مساء أمس ندوة حوارية سياسية بعنوان الاتفاق الكردي ومسارات الحوار مع دمشق والمكونات السورية، وذلك في حديقة القراءة في حي الحجر بمدينة الحسكة. وأدار الندوة عضو المكتب السياسي للحزب حسين بدر، الذي تحدث عن آخر مستجدات الحوار الكردي السوري والتحديات التي تواجه المفاوضات مع دمشق، إضافة إلى استعراض المواقف الإقليمية والدولية من القضية الكردية في سوريا. واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية الوحدة الكردية واستمرار النقاش بين جميع الأطراف السياسية كطريقة للوصول إلى حلول بشأن القضية الكردية. طبعا هدفنا من إقامة هذه الندوة كان لأسباب معينة. أول سبب أنه نحط الناس بصورة الوضع كيف انعقد الكونفرنس، لأنه الوحدة الكردية كانت مطالب دائمة، يعني مو لحظية، بهال 3 أشهر تم إنجازها. كانت في هولير 1 هولير 2 اتفاقيات دهوك ما كملت لأنها كانت بين الأحزاب فقط. أما هي كونفرنس وحدة الصف والموقف الكردي حضروا حوالي 400 شخص ضم كل الأحزاب الكردية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، بلا رجال عشائر مثقفين. الهدف كان منها أنه يطلعوا بموقف واحد، حتى أي وفد ومين ما كان يروح يتفاوض مع دمشق يكون بورقة تتضمن المطالب الكردية بشكل عام. عقدنا هذه الندوة الحوارية السياسية لنقدم عرضا مفصلا عن آخر مستجدات الحوار الكردي السوري بعد الوحدة الكردية والتحديات التي تواجه المفاوضات مع سلطة دمشق. حقيقة كونفرنس وحدة الصف والموقف الكردي في سوريا كان محط ثقة وفخر، وما كان ملفتا للأنظار في هذا الكونفرنس هو الحضور الواسع من قبل الأحزاب السياسية الكردية وأعضاء من المجتمع المدني. وما كان يميز هذا الكونفرنس هو انعقاده في مدينة قامشلو. الكونفرنس كان بمساعدة الأطراف الكردستانية ومساعي دولية لإنجاحه، والذي سيكون بمثابة خطوة موفقة للكرد في سوريا، وسيكون نجاح حليفهم.